بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ما غرد بلبل وصدح وما اهتدى قلب وانشرح وما عم فينا سرور وفرح. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر وما تراجع الباطل وتقهقر وما نبع ماء وتفجر وما طلع صبح واصفر. وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الانور والجبين الازهر وما صار سكين بالحق وابحر وما على نجم في السماء وابهر وعلى اله وصحبه خير اهل ومعشر. وصلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد، السيدات والسادة، الصديقات والأصدقاء، الحضور الكرام، أهلا بكم. حل الضياء بحلكم، البدر أمسى مشرقا بقدومكم، والمسك عطر حفلنا والعنبر، والليل قد حل مضيئا بنور. ضيوفنا الكرام، اسمحوا لي أن أتوجه لكم بخالص آيات الشكر والتقدير والإعزاز لحضوركم الكريم الذي شرفتموني به، وأزيد في الشكر لكل من تكبد عناء السفر والمشقة ومسافات طويلة وأتى من محافظات بعيدة من أجل إنجاح هذا الحفل المتواضع، راجيا أن تكون كل خطوة خطاها في ميزان حسناته. وأشكر كل من لبى دعوته، وأخص بالشكر الجزيل السادة رئيس وأعضاء جمعية الأدباء والمبدعين والمفكرين بالإسكندرية، والسادة أعضاء لجنة التحكيم الأفاضل الحاضر منهم والغائب. ونسأل الله تعالى الشفاء العاجل لأخي وصديقي الشاعر الكبير عصام التلاوي، والأخ الفاضل والشاعر المناضل أبو فرج. اللهم تمم شفاءهم بكل خير واصرف عليهم نعمة شفاءك. أيها السيدات والسادة، باسمي وباسم السادة أعضاء الإدارة الموقرين والمشرفين والأعضاء ومنتديات حبايب مصر، أرحب بكم جميعا، وأود أن أقول لكم نبذة سريعة عن منتديات حبايب مصر وعن تلك المسابقة التي نحن بصدد تكريم الفائز فيها اليوم. انشأت منتديات حبايب مصر في شهر يوليو الماضي عقب ثورة 30 يونيو 2013 كمنتدى ثقافي يشمل كافة الأقسام التي تهم كل مثقف، بدءا من الأقسام الإسلامية ومرورا بالأقسام العامة التي تهتم بالشأن السياسي والحوارات الجادة، وكذا الأقسام القانونية، الأقسام الأدبية والثقافية، وكل ما يهم الأسرة والمجتمع والصحة والطب والسياحة والتاريخ والبرمجيات والتقنية والتصميم والرياضة وعالم السيارات وعالم النباتات والبحار. فأصبحت تحوز رضا وإعجاب كل مبتدئها. كما تتمتع منتديات حبايب مصر بالروح الأسرية التي تجمع كل أعضائها في ذات الوقت التي تسمح للجميع بحرية الرأي والعقيدة، شريطة عدم التعرض لحرية الآخرين. وكانت إدارة المنتديات قد غاصت في أعماق العديد من المنتديات على الشبكة العنكبوتية، ورأت ما رأت من إيجابيات وسلبيات، فجاءت بهذا الصرح لتجمع به كل ما هو إيجابي وتطرح منه كل ما هو سلبي. وإيمانا منا بدور الفكر والأدب والشعر في الحياة الثقافية والسياسية والعامة، قمنا بعمل مسابقة تحت عنوان المسابقة الأدبية الكبرى بالاتفاق مع جمعية الأدباء والمبدعين بالإسكندرية وتحت رعاية الجمعية.
التي أشرف بالانتماء إليها. وكانت المسابقة في شتى مجالات الأدب، قصة ورواية وشعر فصحى وشعر باللهجة العامية، ووضعت لها الشروط اللازمة لنجاحها. وقد تقدم للمسابقة أكثر من 30 متسابق جميعهم شعراء ما بين الفصحى والعامية. تم تصفيتهم بعد استبعاد ممن لا تنطبق عليهم الشروط كاملة، وتبقى 16 متسابق تقريبا. تم عرض عملهم على لجنة التحكيم، والتي كانت تضم الأستاذ رنا العزام والأستاذ أحمد الجهري الشاعر اليمني، وعضو لجنة التحكيم الدولية، وسبق لهم التحكيم عدة مسابقات في العديد من الدول العربية. كما ضمت اللجنة الأساتذة الأفاضل الأستاذ سمير حماية والأستاذ محسن الشريف والأستاذ عصام الكلاوي. وجاءت نتائج التحكيم كلها تؤكد فوز الشاعر الكبير الأستاذ عادل شاكر. بقصيدة كان عنوانها كان يا مكان. لما كانت منتديات حبايب مصر ليست غيرها من المنتديات، ولم تكون مقلدة لغيرها، بل هو عهد قطعناه على أنفسنا وقسم بأن تكون دوما صاحبة ريادة ولها الصبر في كل جديد في عالم النت، وتحويل الخيال إلى واقع ملموس. وها نحن اليوم أمامكم نؤكد ما قلناه سلفا، ونضع أقدامنا معكم وبكم على أول طريق النجاح. وها هي أسرة حبايب مصر وكل طوائفها وانتماءاتها المختلفة تجتمع اليوم في أسرة واحدة تربطهم جميعا مواصل الحب الأسري وروح الترابط والأخوة. كنا قد وضعنا جوائز المسابقة عبارة عن ديوان شعر مطبوع للفائز الأول، وديوان مشترك للفائزين من الثاني حتى الخامس في الفصحى، ومثله في العامية، وكذلك في مجال الرواية، وآخر في مجال القصة القصيرة. ولم تكن هذه نهاية المطاف، بل هي البداية، ونعدكم بأنه ستكون هناك مفاجأة أكبر في الشهر القادم بإذن الله تعالى، حيث سنعلن عن مسابقة أكبر وفي شتى المجالات الأدبية أيضا. لذا أتوجه بالرجاء لكل السادة الحضور بسرعة التسجيل والمشاركة بأعمالهم ليصبحوا أعضاء فاعلين بالمنتدى، حتى يحق لهم الاشتراك في المسابقة، والفرصة متاحة للجميع بالفوز بتلك الجوائز الضخمة، والتي سنعلن عنها بإذن الله تعالى في المنتدى مع أوائل الشهر القادم بإذن الله، على أن يكون حفل التكريم وتوزيع الجوائز في شهر يوليو القادم مع احتفالنا بمناسبة الذكرى السنوية لافتتاح المنتدى بإذن الله وفي مدينة بورسعيد. نأمل من الجميع المبادرة بالتسجيل والحاضر يبلغ الغاية. كان بيقول يكون العدد أكثر من كده عشان الكل يسمع. احنا مش بنهرب ولا بنهزر، احنا بنقول كلام بالفصوح. اللهم إنك قد بلغت، اللهم فاشهد. ونسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وآسف الإطالة عليكم. وقبل أن أختتم كلمتي هذه يسعدني أن أشكركم مرة أخرى جميعا على حضوركم، وأتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل، بدءا من المتسابقين ومرورا بلجنة التحكيم. ولا يهمني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لصديقي العزيز المهندس كامل سليم، صاحب مطبعة دار الهدى للمطبوعات وراعي المواهب الشابة، والذي يهتم كثيرا ويساهم في نشر الأدب بكل فروعه. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم.